نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صفا جدد حياتك هي الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن. هذه الحقيقة من دون ملف ولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ننطلق مباشرة شيخي. يعني كنا نتحدث عن هذه الأمور التي يضيقون بها العبادات. ليس هذا فقط، إنما حولوا العبادات إلى مصيدة للمال والجنس. يعني هو لم يكتفي بأن يوسع في الملذات والمتاعات ويقتر في العبادات والإحسان إلى الناس، بل تعدى إلى العبادات نفسها فحولها إلى وسيلة للتوسع في الملذات. يعني أنت تشوف المعادلة كيف؟ نعم. نعم. يعني هل هذا دين نازل من عند الله؟ هل هذا هو دين الله تعالى؟ والله ما أعلمه أن الأديان تسمو بالنفوس. هو هذا الدين، هو أساس الدين علاقة. نعم. تبدأ أساس الدين علاقة بين العبد وربه، عبادة محضة وذكرى، وعلاقة بين العبد وأخيه العبد. نعم. إحسانا وتواصلا وصلة. نعم. هذا أساس الدين. نعم. فعلاقة يعني سامية باتجاه رب العالمين، وعلاقة أخرى هي تتبع هذه العلاقة ولكنها باتجاه العباد. نعم. ولذلك انقسمت أوامر الدين بين إحسان العلاقة مع الله وإحسان العلاقة مع الخلق. نعم. دين التشيع قلب هذه المعادلة إلى أسوأ ما يمكن، فتعدى حتى على العبادات وجعلها شبكة لاقتناص الملذات والمتاعات. هذه دروس الوعظ. يعني نحن أنت وأنا حينما نعظ الناس كيف يمكن أن نؤثر فيهم إن لم يكن هذا الوعظ خارجا من القلب وقد اتعظ فيه وبه المتكلم نفسه؟ نعم. يعني كيف؟ طيب إذا كان الوعظ هو من أجل المال، أين الخشوع؟ وأين الأجر الذي عليه؟ أنت أخذت أجرك بالدنيا. الله تعالى ماذا يقول؟ اسمعوا ماذا يقول الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. نعم. دروس الوعظ والإرشاد بالمال. الفتاوى، يعني أنا كذا مرة
يأتيني بعض الشيعة يسألني فأجيبهم فيمد يده على جيبه ويخرج مبلغ من المال، فأنا أضحك أقول ما هذا؟ يقول يعني غير على الفتوى. حتى الفتاوى تروح تسأل الفقيه أو من ينوب عنه، حتى الفتاوى بفلوس. نعم. طيب أين الأجر وأين الخشوع وأين التأثير في الناس؟ عندهم نظام البديل. طبعا هذا النظام البديل عامة الناس ما يفهمونه. يعني إيه؟ يعني هو مثلا المسجد خلى لك أمامه مرقد. المسجد أمامه مرقد. نعم. فعظم المرقد وهون من شأن المسجد. الشيعي مدى ينتبه لهذه القضية؟ هو مدى ينتبه لنفسه أنه هو أين يعني وين يتجمع، بأي شيء يهتم، أين الازدحام يكون في المراقد لو بالمساجد؟ عظموا له المراقد وأدخلوها في صلب الدين والعقيدة. نعم. هو مدى يدري هو مصروف عن الدين الصحيح. إلا إذا كان يعني قد أوتي من العقل والذكاء والتحرر من فلك الفقيه أو السيد، ينتبه إلى أنه الأصل في الدين المسجد وليس المرقد. فيمكن ربما هذه المقارنة تنبهه، وهؤلاء قلة. فهو لهم يعني وضعوا لهم نظام البدائل، نظام البديل. دائما هو في بديل. نعم. أعطيك بديلا آخر. طبعا والبديل فيه مال وجنس. القرآن هناك بديل أمام القرآن. ما هو البديل اللي أشغلوا به الناس؟ كتب الأدعية والزيارات. نعم. والصحائف هاي اللي موجودة. هذه يعني مفاتيح الجنان. جنان. وهي مفاتيح النيران لأنه نعم. باطلة. مفاتيح الجنان يسمونها. نعم. وأذكار منسوبة الصحيفة السجادية وغيرها كلها منسوبة كذبا إلى الأئمة. نعم. فيها أدعية وهي أخفها الصحيفة السجادية، يعني أخفها. نعم. يعني ربما يعني وجدنا فيها بعض الاتزان، يعني فيها كثير من الأشياء الجيدة. نعم. ولكن كذب هم يعني كتبوها ونسبوها إلى سيدنا نعم. علي بن الحسين رضي الله عنهما. سجاد. نعم. كتب الأدعية والزيارات لا تعد ولا تحصى. يبيعونها وين؟ بالمراقد، وشوفهم حاطين هذه الكتب ويقرون بها ويبكون. طبعا كلها بفلوس. نعم. وأنبه إخواني الآن، يعني ما دمنا قد وصلنا إلى هذه النقطة، أنبه إخواني في مصر إلى أولئك الذين يصعدون إلى الأتوبيسات وإلى سيارات الأجرة ويوزعون عليكم هذه الكتيبات. إذا وجدتم هذه الأحاديث عن أبي عبد الله عليه السلام ثم الأدعية، فاعلموا أنها ما يتحدث عنه شيخي. بدأوا يوزعونها الآن في مصر. بل أنا أقول لك وأنا رأيت بعيني عند المسجد اللي منسوب يعني في مسجد في شارع الأزهر. شارع الأزهر. نعم. شارع الأزهر. على أساس رأس سيدنا الحسين هنا مدفون. نعم. أنا شفت ناس يعملون حلقات يثقفون للتشيع بطريقة مبطنة. أنا شفتها يعني. نعم. صار نقاش بيني وبين أحدهم. نعم. ومصري يجلس يضع حلقة ثم يثقف للتشيع الفارسي بطريقة مبطنة. نعم. إن كنت لا تعلم فتعال وتعلم، نحن هنا كي نعلم. موجودة هذه نعم. الظواهر للمتابع. نعم. فكتب الزيارة وهناك أدعية طبعا متعددة. هذا دعاء للحسد، دعاء لصداع الرأس، دعاء للي لم تتزوج، التي لم تنجب. نعم. لم تنجب، لم تتزوج، دعاء لتزويج العوانس. نعم. وهكذا تتعدد الأدعية من أجل أن يكون المجال لبيعها والاستفادة منها المجال واسعا. شوف، ربطوا بين العبادات، يعني ضيقوا في العبادات الأصلية. نعم. اخترعوا عبادات كلها مؤسسة على المال وكسب المال، بديلة. نعم. بل هم عمدا صرفوهم عن القرآن. يعني هذه هي وسائل غير محسة لصرفهم عن القرآن. هو نعم. حينما يقرأ ويكثر من هذه الأدعية، منين يأتيه مجال يقرأ القرآن؟ ما عنده مجال، يكون قراءة القرآن قليلة. نعم. لكن هم عمدا
صرفوهم عن القرآن. مثلا يقول له بالصلاة لازم تكمل السورة يلا تقراها. نعم. فالحالة هذه هو ما يحفظ السورة الكبيرة. نعم. ولا يقراها بالقرآن. ليش؟ لأنه ما عنده مجال يحفظ سورة كبيرة ويقراها في الصلاة كلها. نعم. بينما الله تعالى يقول اقرأوا ما تيسر من القرآن، مو شرط تكمل السورة. فنحن نكثر من قراءة القرآن في الصلاة. نعم.